السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف هنا وألف خير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعلها أيام هنا وخير علينا وعليكم وعلى أمة لا إله إلا الله أجمعين يا رب العالمين. ما ننساش يا حبايب قلبي كده في أول الفيديو ندعي لإخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم عاجلا غير آجلا يا رب، ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. يا رب ترحم أبويا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي الفرخه بتاعتنا بنطلع برضه بعد العصر اهي بتبقى ساعه. احط لهم بقى ايه اللي هي العلفه بقى اللي بيفضلوا عليها لبكره الصبح، بكتر لهم شويه. ليه؟ لان ما اقعدش بعلفهم بقى، بعلفهم مره الصبح زي ما انا قايل لكم، بعلفهم بدري يعني الساعه 7 كده 7 ونص، وبفضلوا لحد بعد العصر بساعه، لان انا بحب اجوعهم طول فتره الحر دهيت. الجو بيبقى من الساعه مثلا واحدة كده لحد بعد العصر بساعه، بيبقى الجو زامت وبيبقى الجو حر، فدي بيبقى غلط على الفراخ البيضاء بالذات. بتحوش من قدامهم الاكل، دي بتفيدهم قوي 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 قوي، وبخلي الفراخ بتاعتك يعني ايه، لان انتوا عارفين الفراخ البيضاء روحها قليله والحر بأثر عليها، او هي بتزهق اصلا من الحر. فالعلف انتوا عارفين بيبقى حامي، فالفترة اللي هي بتاع الأيالة دهيت من الساعة واحدة لحد بعد العصر بساعة، دي تحوش الأكل من قدام الفراخ بتاعتك. لحد بعد العصر بساعة تحط لهم بقى العلفة اللي هي المظبوطة بقى، يتعشوا كده يعني، يعتبر دي بقى العشوة بتاعتهم لحد تاني يوم. فاليومين ده هم ان الحر كده، وانتم شايفين بقى الجو يعني ايه، خلاص بقى الصيف بقى وكده. احنا كنا في الشتاء يا حبايب قلبي ما بنخافش، لان الفراخ البيضاء زي ما انا قلت لكم روحها قليله، ففي الشتاء بيبقى العلف بيدفيهم اصلا، انتوا عارفين العلف حامي فبيبقى يدفوهم في الشتاء وكده. اما احنا الوقت في الحر او في الصيف، فبيجي وقت الايله دي بيبقى الحر شديد، الفرخه البيضاء ذات نفسها ما بتقاومش الحراره، ولا بتقاوم الصهد اللي هو اصلا بيبقى جاي من الجو، فالعلف بيبقى حامي عليها. فلازم على طول تحوش العلف من قدام الفراخ بتاعتك من الظهر لحد بعد العصر بساعة. الفراخ يا حبايب قلبي نزلت خالص الاسعار بتاعتها، انا سامعه النهارده في البورصه 75، بتتباع بقى في المحل بقى حسب بقى المحل او حسب المكان اللي انت موجوده فيه. في ناس بقى بتبيعها من 80 ل 85، يعني اقصى حاجه بقى 85 جنيه، بس هي بتطلع من ارض المزرعه، انا سأل عليها من ارض المزرعه 75 جنيه الكيلو، بتطلع من قلب المزرعه ب 75 جنيه، بتتباع بقى للاهالي وبتتباع في المحلات بقى حسب المكان او حسب اللي بيبقى يعني مثلا التاجر بقى هو ومزاجه كده، لان بتبقى حريه شخصيه بقى، كل واحد بيغلي براحته بقى. فهي بتتراوح بقى في المحلات من 80 ل 85 جنيه. ربنا يرزق الجميع يا رب، وما يخسرش حد يا رب، ويسعد الناس كلها يا رب كده، وكل واحد ربنا يرزقه يا رب ان شاء الله باذن الله على قد تعبه، ربنا يرزقه ان شاء الله باذن الله كده. عشان انا مجوعاهم يا حبايب قلبي زي ما انا قلت لكم، باجي احط قدامهم الاكل بقى بياكلوا بيتعشوا. الجو طره من ناحيه، يعني الجو بسم الله ما شاء الله ما شاء الله دلوقتي هوا جميل زي العسل اهو، زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي الهوا جميل. خلاص الشمس بقى ايه بتغرب اهيت زي ما انتم شايفين كده، والجو بقى طره وبقى زي العسل. الفرخ ياكل معاكي ما تخافيش عليه من الحراره او من العلف بيبقى حامي، لان الجو دي جميل كده بقى، جو طره وحلو بقى، بيقعدوا ياكلوا كده بقى براحتهم بقى، بتسيبوا قدامهم الاكل ما بتخافيش. بس اهم حاجه فتره الاياله بتشيل الاكل من قدامهم، بالذات لما يكون عندك فراخ بيضاء. واهم حاجه الميه، ما تحط لها الميه على تنزل دلوقتي من الحنفيه دافيه يا حبيب قلبي، ما ينفعش ان انت تحطي للفراخ بتاعتك ميه من الحنفيه على طول. تكون مثلا عندك جيركن تكوني مخزنه ميته ساقعه، تجيبي برضو مثلا ازازتين من الثلاجه ساقعين تحطوهم وتكملوهم ميه. اوعي تحطي ميه نازله من الحنفيه سخنه للفراخ بتاعتك، يجيلهم اسهالات على طول، يتعبوا معاكي لا قدر الله ولا حاجه، ويتعبوكوا اخر تعب. فاليومين ده هم انت حافظي خالص في اليومين الحر ده اهو، الميه ما تبقاش سخنه، ما تبقاش من الحنفيه على طول، لا تحط ميه ساقعه من الثلاجه وتكملي السقايه بميه بقى، يعني كده تبقى الميه حلوه. لا تكون عندك بقى مثلا حاطه لهم مثلا جيركن مخزنه ولا حاجه، بتبقى الميه بتاعته ساقعه، انما ميه الحنفيه بتنزل من المواسير سخنه، فديت يخسر الفراخ بتاعتك وتجيب لهم اسهالات ويتعبوك. ربنا يستر يا رب. انا كنت بقى في اللوم الشباك ده حبايب قلبي كده عشان الهوا وكده، اليومين ده هم زمان شايفين حر وكده اهو،
ما اقفلش عليهم الشبابيك، السلك عليهم كده تدخلهم نسمة هوا، وما عادش بقى يغطوه، يعني ايه ما عادش بحط عليه المشمع بالليل ولا حاجه، لان الجو زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله الجو جميل يعني، ما هوش ساقع ولا حاجه، هو في نسمة هوا بس، حتى الهوا اللي جاي دافي، هوا دافي. ربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين، يا رب ترحم ابويا وام امواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم عافيهم واعف عنهم واكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الابيض من الدنس. اللهم ان كانوا محسنين فزد في حسناتهم، وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا ارحم الراحمين. يا رب ترحم ابويا وام امواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. ننصر اخواتنا في فلسطين وجميع انحاء العالم يا رب، تنصر الاسلام والمسلمين في جميع انحاء العالم يا رب، ونجح كل الطلاب يا رب. انتوا عارفين الايام اللي جايه كلها امتحانات يا حبايب قلبي اخر السنه، ربنا ما يخسرش تعب حد يا رب، وربنا ينجح كل الطلبه يا رب، وكل واحد نفسه في حاجه ربنا ينولها له يا رب، امين امين يا رب العالمين. واجعل امتحاناتهم سهله وميسره كده، ونجح اولادنا واولادكم واولاد المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اكتر لهم الوعي بتاع الميه، انتوا عارفين يا حبايب قلبي يعني في الصيف غير الشتاء بقى بيشربوا ميه كتير، فانتوا زي ما انتوا شايفين كده بغير له، يعني بحط لهم ميه كتير وبغيرها، يعني لو طلعت لقيت لسه قدامهم ميه ودافيه او دفت بقوم شايلها رميها وحاطه لهم ميه ايه ساقعه حلوه كده. ربنا يسترها يا رب ان شاء الله باذن الله. فدي كان يوم معاكم النهارده حبايب قلبي عن بقية الفراخ البيضة بتاعتنا، ربنا يرزقنا ويرزقكم ويطعمنا منها يا رب ان شاء الله باذن الله، ما يخسرش حد، ويجعل ايامنا كلها هنا وخير وسعاده، وكل اللي نحط ايدنا فيه ربنا يبارك لنا فيه يا رب ان شاء الله باذن الله. فدي كان يوم معاكم النهارده، ودي كان روتيني معاكم النهارده، انتظروا مني بقى فيديو بكره ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.